لما نعوز نتكلم على فيلم مصري حلو بنرجع بالزمن 15 و20 سنة لورا، ولكن المرة دي الموضوع مختلف. 5 سنين بس كانت كفاية عشان نعيد اكتشاف واحد من الأفلام المهمة والتقيلة، واللي بتحمل الكثير من المعاني والرسائل والرمزيات الخفية، واللي بسببه دخل صناعه في حالة من الاكتئاب. الفيلم اللي بيصنف كواحد من أخطر الأفلام في السينما المصرية. بس هل سألت نفسك ليه؟ فاستعد لبدء رحلتنا في شرح وتحليل فيلم تراب الماس، واحد من الأفلام العربية التقيلة والدسمة، واللي تم صنعه بحرفية شديدة على جميع المستويات، وتقدم من خلاله شخصيات مختلفة في عالم خطير وفريد من نوعه، عشان يناقش موضوعات جريئة تسدل الستار عن عالم مليء بالفساد بجميع أشكاله. فتعالوا نتعمق سويا في الفيلم وندخل جوه دماغ المخرج مروان حامد عشان نفهم إيه اللي كان عايز يوصله لنا من خلال العمل ده، وعشان نلاقي إجابة لسؤال غاية في الخطورة: هل كل فاسد يستحق تراب الماس؟ سنة 2018 تم إصدار فيلم تراب الماس، واللي على رأس بطولته آسر ياسين وماجد الكدواني ومنة شلبي، وأيضا محمد ممدوح وإياد نصار. الفيلم المأخوذ عن رواية بنفس الاسم للكاتب والمؤلف أحمد مراد، واللي ملقاش أفضل من المخرج مروان حامد عشان يتولى مسؤولية تحويل العمل الروائي الرائع إلى تحفة سينمائية. وأنا عارف إن أكيد جه في دماغك إن التعاون ده جه بعد نجاحهم المسبق في فيلم الأصليين واللي كان قبلها بسنة، وكمان فيلم الفيل الأزرق واللي تم إنتاجه في سنة 2013. ولكن في الحقيقة الموضوع مش بالشكل ده، لأن عكس المتعارف عليه تراب الماس أقدم من الفيلمين دول بكتير. ولكن قبل ما نوصل لنقطة عرضه في السينمات كان في قصة وراء الكواليس، اتهامات ومشاكل أدت إننا نوصل للمحكمة في قضية كان طرفها أحمد مراد، وعلى الجانب الآخر أحمد حلمي. أيوة زي ما سمعت، أحمد حلمي. أكيد بتسأل هو إيه اللي دخل أحمد حلمي في الموضوع أصلاً؟ فالسؤال ده هيخلينا نرجع لورا شوية كمان عشان نوصل لسنة 2010، السنة اللي تم فيها إصدار رواية تراب الماس للمرة الأولى، واللي وقتها قدرت إن هي تحقق نجاح كبير ونالت إعجاب وقبول واسع من محبين القراءة. وعلى أساس النجاح ده كانت محط أنظار العديد من الناس، وعلى رأسهم أحمد حلمي، وقرر ساعتها إنه يشتري حقوق الرواية عشان يحولها لعمل سينمائي. وعلى فكرة وقتها كان أحمد مراد انتهى من كتابة سيناريو الفيلم، وإنه كان ناقص بس اختيار الأبطال وتحديد موعد للتصوير. ده حتى كان تم الإعلان إن الممثل العظيم الراحل محمود عبد العزيز رحمة الله عليه هيكون من الأبطال الموجودين. ولكن في حدث غريب عدى سنة 2 3 وأكتر وصولا ل 2015، وأحمد حلمي لسه متحفظ على حقوق الرواية، بس لم يسعى في اتجاه تحويلها لعمل سينمائي طوال ال5 سنين دول. الشيء اللي خلى أحمد مراد مالك الرواية أكيد متضايق على شغله، وإن الفيلم اللي كان متحمس لصناعته حرفيا متجمد في إيد أحمد حلمي، فقرر إنه يرفع عليه قضية، بما إن العقد اللي بينهم أصلا مكتوب فيه بند ينص على تنفيذ الفيلم في موعد أقصاه 5 سنين. وفعلا بعد سنة من الاتهامات اللي رايحة جاية والمنشتات الكتير اللي ملت الجرايد وقتها، وتحديدا في يوم 27 مارس 2016 تسقط المحكمة الاقتصادية حق الممثل أحمد حلمي عن ملكية تحويل الرواية لعمل سينمائي، عشان ترجع مرة تانية في حق كاتبها أحمد مراد، واللي على طول بدأ هو والمخرج مروان حامد في التحضير للفيلم، واستغلوا سنة 2017 في الشغل على العمل بشكل مكثف عشان يطلع أخيرا يشوف النور في سنة 2018 بالشكل المتعارف عليه حاليا. وعشان تدرك مدى تأثير تأجيل الفيلم ل8 سنين، فالمؤلف أحمد مراد عدل على السيناريو 14 مرة عشان يكون مناسب للوقت اللي بيتعرض فيه. والعمل ده كان بمثابة حدث ضخم لصناعه، واللي كانوا شايفين فيه شيء مميز ومختلف خلاهم يحضروا فيه لمدة طويلة جدا. ودلوقتي بعد ما عرفنا تفاصيل الرحلة الصعبة اللي خدها تراب الماس في رحلة إنتاجه وصولا للشكل المتعارف عليه دلوقتي، خلينا نعرف إيه هي قصة الفيلم. تراب الماس اللي بياخدنا جولة في عالم مليء بالفساد بجميع أشكاله، في قصة بطلها الشاب طه حسين الزهار. والمميز في بطل فيلمنا النهاردة وهو إنه شاب عادي جدا، ومن المرات القليلة اللي بيتقدم فيها شخصية المواطن المصري العادي، اللي هو حرفيا شاب افريج قاعد في بيت تقليدي بيمسك شيفت وبيقبض آخر الشهر، ومسحول في شغله كصيدلي وحياته رتيبة.
ولكن في يوم بيصطدم مع زبون في الصيدلية، ولكنه للأسف مش زبون عادي، السيرفيس، تاني شخصية معانا في الفيلم، وأكيد بان عليه إن هو يعني حد خطير، وهو فعلا قاتل مأجور أو بلطجي بس عنده فكر شوية يعني. المهم في يوم من الأيام طه بيرجع من شغله يلاقي أبوه مقتول، وبنكتشف معاه واحدة واحدة إن والده حسين الزهار كان ليه ماضي مؤلم خلاه يتكون عنده فلسفة خطيرة وفريدة من نوعها أدت إلى تحول شخصيته بشكل مرعب. وبما إن في جريمة قتل موجودة يبقى في قضية، واللي هيتولى مسؤولية التحقيق فيها الضابط الفاسد وليد بيه سلطان. شخصية وليد سلطان اللي هنشوف معاها تركيبة غريبة ومميزة، وهنفهم بعد نفسي آخر للضابط الفاسد اللي بيرى أحقيته في ممارسة الألاعيب القذرة في سبيل تحقيق مصلحته الشخصية. فيعني هنشوف وجه آخر لهذه الشخصية عكس المعتاد في وسط هذا العالم المليء بالقتل والبلطجة والرشوة والاختلاس والسرقة والمخدرات، الابتزاز والاستغلال وغيرهم من مقومات الفساد. فدلوقتي تعالوا بينا نبدأ الشرح والتحليل عشان نفهم ازاي تراب الماس كان الفرصة الذهبية لتكفير خطايا أصحاب الضمائر الميتة. افتتح لنا المخرج مروان حامد فيلمه بجملة للأديب والباحث المصري علي الأدهم من كتاب الجمعيات السرية، واللي كانت بمثابة المفتاح اللي بيفتح لينا عالم تراب الماس. جملة واحدة كانت كفاية عشان نعرف شكل الأحداث اللي هنعيشها مع الفيلم. بدأ مروان حامد فيلمنا بالعودة للماضي 65 سنة، وتحديدا بذكر انقلاب الضباط الأحرار. وبعيدا عن النقاش في فكرة هي كانت ثورة ولا انقلاب، الموضوع ده لسه عليه خلاف لحد النهاردة. ولكن اللي كان عايز يوصله لنا بالمقدمة دي الغرض منها الذكر الأول لمفهوم إن اللي بيغلط لازم يتعاقب، واختيار الفترة دي بالتحديد من تاريخ مصر قام على إنه كان برضه بيسود فيها الفساد والرشاوي، ودي يعتبر نفس القضايا اللي هيناقشها الفيلم من خلال أحداثه. بني وطني، اجتازت مصر فترة عصيبة في تاريخها الأخير من الرشوة والفساد وعدم استقرار الحكم. بنلاقي السواد والظلام مالئ الكدر وعامم على مشاهد العصر ده تعبيرا عن حال الأمة في ذلك الوقت، وبينزل على الشاشة بلون الدم اسم الفيلم تراب الماس. بنشوف مشاهد تانية في نفس ذلك العصر واللي بترصد لينا حال البلد والشعب وقتها كانوا عاملين ازاي، وكمان عشان نفهم نشأة شخصية حسين الزهار كانت عاملة ازاي. وده كان شيء لابد من ذكره عشان شخصية زي دي بالفلسفة اللي بتحملها كان ضروري جدا نفهم الماضي بتاعها كان عامل ازاي، وبنعرف انه ورث جزء من تفكير وفلسفة والده. اي حاجة غلط بنعملها لازم ندفع ثمنها حتى لو تأسفنا. بنرجع للحاضر في ليلة رأس السنة 2018 بحركة رائعة للكاميرا عشان تفهمنا شخصية حسين الزهار في الحاضر. صور كتير لوالده في كل حتة تشير ان فعلا والده كان مؤثر في حياته. ومخرجنا مروان حامد المحب لتقنية الفورشادو، واللي بتعتبر أداة تنويه أو تلميح بشيء هيحصل في المستقبل. يعني مثلا المشهد ده بس أشار ليك ونبهك بحاجات كتير هتشوفها أول مرة كشيء عادي، ولكن بمرور الوقت هتلاقي إن هي كان ليها أثر كبير في الأحداث، زي كتاب الخروج بالنهار والجريدة اللي مكتوب عليها التعديلات الدستورية الجديدة، وحتى فتح طه للنور في توقيت غلط. فخلي بالك من التقنية دي كويس عشان بعد ما شرحتها لك هسيب لك مهمة استنتاجها في باقي الفيلم، وده لأن مروان حامد بيحب يستخدمها بشكل مكثف، وهتلاقي معظم أفلامه مبنية عليها، ومنهم فيلمنا النهاردة. بنروح بعد كده لمشهد فيه حوار رائع على لسان حسين الزهار. عارف ان الغراب هو الطائر الوحيد اللي بيعاقب اللي يغلط من جماعته، يقتلوه ويدفنوه. هو اللي علم قابيل دفن هابيل، ولكن البشر عفنوا اكتر ما هم معفنين. رمزية الغراب من أجمل الرمزيات الموجودة في الفيلم، وده لأن الغراب من أذكى وأمكر الطيور على الإطلاق، وفعلا منتشر إن عندهم منظومة قانونية خاصة بتنص على محاكمة الجماعة لأي فرد بيخرج عن نظامهم حسب قوانين العدالة، وإن لكل جريمة عند جماعة الغربان ليها عقوبتها الخاصة. فكان جميل من صناع العمل اللي استعان بيه للتخديم على أفكار حسين الزهار في المشهد ده، واللي خلاه يعبر عن فلسفته بشكل أعمق. مشاهد طه مع والده كانت لطيفة، خاصة على أنغام الموسيقى اللي بتدخلك في حالة جميلة من المشاعر المؤثرة.
بيطلب حسين الزهار من طه إنه يوديه عند النائب محروس برجاس، وفعلا بحيلة ذكية بيقدر إنه يقابله ويقعد معاه. ولكن شوف دقة توظيف الكادر واللقطات المقربة. الكاميرا قبل ما تظهر لينا مين هو محروس برجاس شاورت لنا على مقولة الكاتب المسرحي الفرنسي جون راسن، واللي بتقول إن العدالة المفرطة ليست بعدالة. وهنا لازم نقف شوية وناخد نفسنا ونفهم الفرق بين مفهوم العدالة والحق. الحق بيعتبر معيار عام، مبدأ بنستنبط منه القوانين، وبيكون قاعدة أساسية تحكم العلاقات بين أفراد المجتمع. إنما مفهوم العدالة هو خضوع جميع أفراد نفس المجتمع لنفس القوانين بدون أي استثناء، ويعني معروف إن العدالة بيرمز لها بالميزان. طب تعالى كده نفكر مع بعض، لو واحد من الناس اللي بتشكل قوانين وتعدل في الدستور كان مفهومه إن العدالة المفرطة ليست بعدالة، يبقى الميزان اختل. ومع العبث بقوانين الدستور، واللي بالمناسبة الدستور هو القانون الأعلى اللي بيحدد القواعد الأساسية لتشكيل الدولة، واختفاء الحق والعدالة، يبقى احنا عايشين في غابة، وهيكون الملك بتاعها هو الأسد اللي على فكرة هو كمان موجود في فيلمنا، ولكن هيطلق سراحه بعد شوية. بس دلوقتي خلونا نرجع مرة تانية مع سؤال حسين الزهار لمحروس برجاس حوالين مقولة من كتابه الميزان، واللي بيقول فيها إن المشرع منصب ذو حصانة من العزل والمراجعة والتعديل في قراراته. هذا لو هذا الشخص المشرع غلبه الهوى، مين اللي هيحاسبه؟ المشرع هو يد الرب في الأرض، يشوف اللي انت ما بتشوفوه. وبنفهم من هنا إن محروس برجاس زيه زي باقي الشخصيات الفاسدة اللي هتظهر معانا، واللي وصلوا لمكانة وسلطة عمتهم وخلتهم يفتكروا نفسهم إنهم فوق الكل، وإن رؤيتهم هي الصح المطلق. زمان في الحضارة المصرية القديمة زي ما كلنا عارفين، الميزان كان بيتم تحقيق العدالة من خلاله عن طريق مفهوم الحساب بعد الموت، وكان أيضا رمز للقضاء أو القاضي، والقاضي في المشهد ده كان حسين الزهار، واللي شاف إن كفة الشر مالت عند محروس برجاس وإن ضميره خلاص مات. كل حاجة غلط عملناها لازم ندفع ثمنها حتى لو تأسفنا. فكان لازم يدوق تراب الماس. حلمت بيك امبارح، دخل عليك واحد صاحبي خدك من ايدك وخرجته. الميت لما ياخد حد في الحلم نقرا بقى في تفسير الأحلام. بص، أنا عايزك تتأمل في نظرة حسين الزهار لمحروس برجاس في نهاية المشهد ده. النظرة لوحدها كانت كفاية إن هي تعبر عن كل حاجة. بنكمل أحداث فيلمنا عشان في يوم يرجع طه للبيت يلاقي والده حسين الزهار ميت ومرمي على الأرض، وطه هو كمان بيتخبط على دماغه ويخرج يترمي بره الشقة على أمل إن حد يلحقه. على الجانب الآخر بننتقل إلى الظهور الأول للعقيد وليد سلطان، عشان بكدر ولا أروع يتعمل عزل على صورته ويتوجه الفلوه للوحة الفنان التشكيلي الإنجليزي جورج ستابس، واللي فيها أسد بيفترس حصان. لوحة بنشوف فيها ضعف وخضوع الحصان للأسد، واللي بتعبر عن العنف والوحشية والافتراس والانتهازية. وهذه الكلمات كافية للتعبير وتقديم شخصية الضابط وليد سلطان. بنروح للمشهد اللي طه بيفوق فيه بعد الحادثة ويلاقي نفسه في المستشفى وبيعرف خبر موت والده. طه بيعرف انه اتصاب إصابة خطيرة هتسبب له رعشة في ايده، وان تعرضه لأي صدمة هيدخله في نوبات صرع. بننتقل بعد كده للمشهد اللي بيروح فيه طه لمقابر والده وبيخرج منها يبص للسما فبيلاقي غربان. ظهور الغربان مرة تانية في المشهد ده كان بيرمز لحاجة خفية ولكنها رائعة. الصوت اللي بيطلع من الغربان عامة اسمه نعيق، والنعيق ده بيصدر منهم بغرض انهم يجمعوا بعض عشان يعملوا جنازة لإحدى أمواتهم، أو بيصدر النعيق تعبيرا عن حزنهم لافتقادهم إحدى أقرانهم. من الآخر المخرج عايز يقولك إن زي ما حسين الزهار تبنى فلسفة الغربان وكان بيطبقها على البشر، فالغربان هي كمان اعتبرته واحد منهم. بنروح بعد كده لأول لقاء بين طه والعقيد وليد سلطان، الضابط اللي تولى مسؤولية التحقيق في قضية والده، عشان نستمتع بمشهد حواري قوي نفهم من خلاله فساد من نوع آخر. زي محروس برجاس ده بكل تاريخه ده لازم يكون مربي كلب متوحش يخلص له مصالحه بقى ويلم الأصوات ويعمل شوية بلطجة في وقت الانتخابات. في حديث خطير عن السرفيس ومحروس برجاس. بس فين محروس برجاس يحس ان الكلب ده اتسعر، هو هيكون اول واحد يضربه بالنار. دي سمعته بقى مفيهاش كلام. ده بقى السيرفيس بالنسبه لمحروس برجاس.
استرفيز عامة شخصية مكتوبة حلو وقادرة فعلا ان هي تخوفك وتنقلك شعور البلطجي او القاتل المأجور عامل ازاي. من تفاصيله انه شخص حاسم بيجيب من الاخر وما بيتكلمش كتير، جسمانيا قوي ومش عشان بيروح الجيم، لا هو من غير اي حاجة اضخم من اي حد تاني حواليه، ملامح وشه ونظرة عينيه لوحدهم كفاية يحسسوك بالخوف. واسترفيز كمان واضح ان ليه علاقات مع ناس مهمة بتخرجه من اي قضية. استرفيز واخد براءة في حوالي 40 قضية، انا نفسي كاتب في حوالي 30 مقطع، وده بيخليه فعلا شخص خطير والناس كلها بتهابه. مش ربنا لنا. ولكن قبل ما طه يمشي ويسيب الصيدلية بتيجي مكالمة من فيلة محروس برجاس إنهم محتاجين صيدلي بشوية أدوية، فبيستغل طه الفرصة ويروح هو هناك. دكتور سامح، أنا همشي زي ما حضرتك عايز، بس ليه طلب أخير. خير؟ أنا عايز أطلع الأوردر ده بنفسي. زيارة طه المحروس برجاس فعلا عرفته تفاصيل أكتر عن اليوم اللي والده قابله فيه، وده كان أول خيط خلاه يشك إن في حاجة مش طبيعية في الموضوع. هو بابا كان عايز من حضرتك إيه؟ أبوك حكى لي عن حلم إن أنا هموت. والمشهد ده كان فيه تمهيد لظهور هاني، طرف آخر من عائلة برجاس هيستكمل فساد هذه العائلة في وقت آخر. بيرجع طه للبيت عادي وبيبدأ يدور في الأشياء اللي كانت بتخص والده على أمل إنه يلاقي حاجة أو إجابة للتساؤلات الكتير اللي بتدور في باله. وفعلا بيوصل لكتاب الموتى أو الخروج في النهار، الكتاب اللي بيضم عشرات من البرديات اللي تم تصنيفها من باب الأدب الجنائزي الفرعوني، وده بيرجع لحقبة زمنية تمتد لعصر الدولة الحديثة. بس المهم يعني مش ده موضوعنا، لأن اختيار الكتاب كان لسبب آخر، وهو مقدمته المميزة واللي تتشابه وتتماشى مع أحداث الفيلم. أتيتنا أثر لك يا أبي أزوريس من كل ما فعله الشرير ست. واللي بداخل الكتاب بيلاقي طه النوتة اللي والده كتب فيها مذكراته. مع قراءة طه لمذكرات والده بيرجع بينا المخرج للنقطة اللي وقفنا عندها في مقدمة الفيلم، عشان نستكمل القصة الحقيقية وراء حسين الزهار وإزاي اتكونت عنده الفلسفة الخطيرة دي. حسين من طفولته اتربى مع عم ليتو اللي كان شخصية مركبة. تونة بنته كانت أول حب في حياتي، كان عندها قط اسمه بابسي، وفي يوم القط ده اتسعر، عم ليتو قال لازم نخلص من القط. وتحس أوقات إن كان عنده أفكار شيطانية. قال لي هات بودرة الماس اللي بنلمع بيها، رش شوية في فتة اللبن وقال لي ما تجيبش سيرة، ساعات بنعمل غلطات صغيرة عشان نصلح غلطة كبيرة. ما كنتش فاهم، لكن بعد أسبوع فهمت. القط نزف لغاية ما مات. من هنا عرف حسين الزهار عن سر تراب الماس. ولكن اشمعنى المخرج مروان حامد اختار القط بالأخص عن أي حيوان تاني؟ القط أصلا عند المصريين القدماء كان ليه مكانة كبيرة، لدرجة إنه كان في قوانين بتنص على إن اللي يقتل قط كان لازم يتقتل. والقطة عموما كانت بترمز للنعمة والاتزان، الاتزان اللي لما بيختفي بيحصل خلل في الطبيعة. وعلى رأي حسين الزهار دي كانت بداية اللعنة. وبما إن حسين الزهار كان متأثر جدا بوالده، فكان عنده ولاء للوطن زيه. كان في ولد شاطر في المدرسة وما كانش يسيب حق، بس لو حد غلط فيه أو في بلده يويله. عارف الولد ده لما كبر طلع مين؟ جمال عبد الناصر. وسمع كلامه لما قال له إن أي غلطة لازم ندفع ثمنها حتى ولو اتأسفنا. بجانب إن من الحاجات اللي أشار ليها المخرج في أول الفيلم هو بيان ثورة 23 يوليو سنة 1952 اللي ألقاه الرئيس الراحل أنور السادات على لسان محمد نجيب. ولما نيجي نستكمل هذا البيان هنلاقي إنه كان بينص على حاجة مهمة أثرت بشكل ما في سير أحداث الفيلم بتاعنا. وأنتهز هذه الفرصة وأطلب من الشعب ألا يسمح لأحد من الخونة بأن يلجأ لأعمال التخريب. وفعلا حسين الزهار ما سمحش لأي شخص يخون بلده. عرفت عمليته كان بيعمل ايه في السطح، كان بيشاور لطيارات العدو. عمليته كان أحن من أبويا لكن خاين. حتى ولو الشخص ده عم ليتو واللي كان حنين عليه زي أبوه بالظبط. ايه موضوع خواجه اللي انت ماسكها لي اليومين دول دي؟ عشان عاوزين يطردونا من البلد؟ ما كانش ينفع أبلغ عنه، تونة عمرها ما هتسامحني، لكن لو مات. سلام يا حسين، انت لو كبير شويه كنت جوزتك تونه. تونة دي زي اختي يا خواجه. وانا زي ابوك ولا لا؟ أبويا قال ما تخونش حتى ولو عشان واحدة بتحبها. انت اغلى عني. انا حلمت بيك امبارح، حلمت انك رايح مشوار بعيد مع ابويا الله يرحمه. تعب عم ليتو ومات ورحل عن العالم بتاعنا، ورحلت معاه كمان بنته تونة حب حسين الزهار.
بختم ذهاب بلا عودة على بطاقة السفر. ورغم إن الجريمة كانت كاملة، في شيء خلاني أحتفظ بتراب الماس. بنستكمل مراحل تطور شخصية حسين الزهار في شبابه، وفي سرده لهذه الفترة الفيلم بيسقط الضوء على عدة مشاكل واللي كان منها الوسايط. قدمت في الكلية الحربية واترفضت علشان ما عنديش واسطة، وانتهى حلم أبويا. ولكن بدون واسطة يشاء القدر إن يطلب حسين عسكري في التجنيد عشان يشارك في حرب 67. وفي هذه السنة تونا تجند في جيش العدو ضد البلد اللي اتربت فيها. وبعد انتصارنا في سنة 73 ومعاهدة كامب ديفيد ترجع تونا في زيارة ضمن وفد عشان يكون اللقاء الأخير بينهم. بنعيش عمرنا ونحب مرة واحدة، وبقية العمر نقعد نفتكر في الحب ده. دي كانت آخر مرة نتقابل. حسين الزهار بيتجوز جارته ويسافروا الخليج وبيجيبوا هناك ابنهم طه، وبعد شغل سنين كتير هناك بيرجعوا مصر بالفلوس عشان يسقط الضوء على انتشار عمليات النصب والاحتيال. وحطيت شقى عمري كله في شركات توظيف الأموال، صدقناهم واتسرق عمرنا. أثر هذا الظلام انعكس أيضا على المجال الطبي، وكل ده بيخدم على الصورة الأبرز للفيلم، وهي إظهار جوانب متعددة من الفساد في المجتمع. دخلت أعمل عملية في ظهري، خرجت عندي شلل سفلي، خطأ طبي غير مقصود، وطبعا ما عرفتش أخد حقي. ومع الخليط ده من المشاعر والأحاسيس اللي وصلت لنا عن طريق سرد حسين الزهار لقصته، كان لازم نحط خط تحت كلام مهم جدا. تسليتي الوحيدة أصبحت الفرج على الناس، أتفرج على بلد بتغرق بالراحة. بنشوف معاناة حسين الزهار بعد ما بقى شخص عاجز، حتى مراته ما قدرتش تستحمل العيشة معاه وسابته وحيد مع ابنه طه. مراتي نقت ما استحملتش وفضل بيت عليا أنا وطه. وعلى فكرة المشاكل الأسرية من ضمن القضايا المهمة اللي الفيلم ده بيسلط الضوء عليها. الوحش القديم اللي كان بداخل حسين الزهار قرر إنه يظهر مرة أخرى، والمرة دي عشان يقضي على كل ما هو فاسد في ذلك الوطن. لقد تحملت تبعات وخطايا حكام هذا الوطن. قتل ليتو كان بداية. وهنا كانت فرصة عظيمة عشان نستمتع بمشاهد حوارية في غاية الخطورة على لسان حسين الزهار. نتطلع بعد هذه اللحظة على كل شخصية صاحبة ضمير ميت كان من نصيبها تذوق تراب الماس، عشان تمثل كل من هذه الشخصيات صورة من صور الفساد في ذلك المجتمع. الكاتب الذي كان ثعبان من ثعابين الحكم، من يلوي الحقائق ليدفن الفقراء في الطين. حلمي عشوش كان أولهم، ملك الأغذية الفاسدة. حتى صديق العمر سليمان اللورد. لم يعد النصح مجديا مع قلب مات، ميعادنا على أعتاب جحيم يا صديقي. وسليمان صديق العمر ينتظر السموم كل يوم أحد. ومجلس البرلمان هو الآخر لا يخلو من الفساد. القانون الأعلى اللي بيشكل القواعد الأساسية في الدولة كان بيتم العبث والتلاعب به من أجل المصالح الشخصية. أما محروس برجاز فسيحاكم بدستوري الذي لن يستطيع أن يعبث به. ستتذوق ما كتبت يداك ثم تموت بقانوني أنا. كل واحد منهم كان لازم يتذوق سم تراب الماس، ولكن تراب الماس لم ينتهي بعد، بل كان على المزيد من الشخصيات التي لا تمتلك ضمير تذوق أثر أعمالهم القذرة. والآن حان وقت ثعبان أكثر قذارة. لأول مرة أراه رؤى العين، لكن قصته تستحق أن تدفن في متون الجحيم. بعد الستوري تيلينج العظيمة والغاية في الخطورة دي، طه بيبدأ يدور على تراب الماس، وفعلا بيلاقيه عشان يتأكد في اللحظة دي من صحة كلام والده، وبيقعد على الكرسي مكانه في إشارة إنه خلاص ورث تراب الماس. ومعاه قانون حسين الزهار إن كل غلطة لازم ندفع تمنها حتى ولو تأسفنا. صدمة طه خليته يدخل في نوبة صرع جسدها آسر ياسين في مشهد يستاهل الثناء عليه. بيصحى على جرس الباب وبيروح يخبي تراب الماس في أي زرعة موجودة في البيت، والزرعة اللي تم اختيارها كانت الصبار، واللي أيضا بيخدم على أحداث الفيلم لأنه بيرمز للصبر والتكيف ومقاومة البيئة، واللي اسمه مأخوذ من كلمة صبر.
وفعلا بمرور الأحداث هنلاقي إن ده اللي طه بيعمله. بيرجع يفتح الباب ويلاقي سارة بتطمن عليه وتعرض إن هما يخرجوا سوا. وبما إني ما قلتلكش، سارة هي البنت اللي شافته مرمي على السلم وطلبت له الإسعاف، ومن بعدها يعني والعلاقة بينهم تطورت. المهم إنه بيروح يخرج فعلا مع سارة عشان يتقدم لينا أغنية تقع وتقوم، وصوت إنجي أتربي كان مليء بالإحساس والمشاعر. وتقع وتقوم وتقوم وتقع من فرح دموع ودموع يا وجع. اختيار مميز طبعا جدا للأغنية اللي بتعبر عن حالة الفيلم. طه بيتعرف هناك على الإعلامي شريف مراد اللي سارة بتشتغل معاه في البرنامج بتاعه، ومنه بنفهم أكتر عن شخصية الإعلامي ونستمتع بحوار مهم على لسانه. طبعا انت مش VIP، كان بقت قضيه راي عام، الاعلام ما هيصدق يلاقي جنازه ويشمع فيها نطق. بيروح طه البيت عادي، بس للأسف بيلاقي السيرفيس في ظهره جاي له عشان عارف ان طه جاب اسمه في التحقيق، وكده بنفهم ان السيرفيس على علاقة بإحدى الضباط. كنت فاهم غلط. وفي المشهد ده بيحصل واحدة من أكتر اللقطات المؤثرة والمفضلة بالنسبة لي. طه خلاص وهو على بعد لحظات من الموت، وده عشان السيرفيس يعني بيطلع في روحه، بيدرك في لحظة مؤلمة إن لا سبيل لإنقاذ حياته سوى تراب الماس والخضوع لقانون والده حسين الزهار لتكفير خطايا أصحاب الضمائر الميتة. كنت عايز أتكلم معاك. مشهد فعلا مؤلم ومؤثر، عرف من خلاله آسر ياسين ينقلك كل مشاعر وأحاسيس الشخصية اللي كانت على بعد لحظات خلاص من إن هي تموت، وشعورها تدريجيا بالانهزام ولجوءها لتراب الماس في جملة والده أنا حلمتلك حلم، تزامنا مع نزول الدموع من عينيه. حلمتلك حلم، أحلامي تتحقق زي أحلام أبويا، حاجة وراسك. ويعني أثناء ما طه بيحضر له أحلى خربوش شاي هيشربه في حياته واللي مش هيشرب زيه تاني، لأنه هو فعلا مش هيشرب زيه تاني، كان السيرفيس بيلف في الشقة وجذب انتباهه كتاب من وسط مكتبة حسين الزهار، وهو أزمة الزواج، واللي حاسس إن هي إشارة تفهمنا تكوين شخصية السيرفيس مبني على إيه. المهم إن خلاص السيرفيس تذوق تراب الماس من خلال كوباية الشاي على نفس طريقة حسين الزهار، ولكن المرة دي على إيد ابنه طه. بننتقل بعد كده لجانب آخر، وهو مكالمة وليد سلطان مع شخصية بشرى، عشان في مشهد واحد بس يتم تسليط الضوء على العديد من عناصر الفساد زي الانتهازية وسوء التربية، الواسطة. عندك ولد اسمه كريم. بتاع مين بقى الواد ده؟ VIP، وما اظنش انك تحب تزعل. انتشار المخدرات. شقة ريحتها فاحت، شميت أعشاب، ضربت الباب برجلي، لقيت 5 شباب قاعدين لابسين بيبي، بس للأمانة البيبي كان أشيك واحد. وعالم الألوان وغيره. انت وهاني برجاس، ومين بقى تاني؟ وهي بعدها بمشهد بتختار واحد لهاني برجاس عشان كل اللي يطلبه يتنفذ مهما كان غريب، حتى لو قالك. المهم هنا ندرك يعني مدى جراءة الفيلم، وانه ما سابش موضوع شائك ما تكلمش عليه، وما حسيتش اللحظة ان في شخصية كانت مكسوفة تقول حاجة معينة، بل بالعكس كل حاجة كانت واضحة قدامنا. بنروح بعد كده لوليد سلطان في مقابلة مع هاني برجاس، بيطلب منه مساعدته في الفوز بانتخابات المنصب بتاع أخوه اللي على سرير الموت، وهو يعني بنعرف أكتر ما وراء الانتخابات وتوريث المناصب الإدارية. تركة قديمة، خروجها برا العيلة هيعمل مشاكل كتير، عشان كده أنا نويت أنزل الانتخابات الجاية على منصب الوالي. محتاج شخص أقدر أثق فيه. ولا يخفى عليك إن وليد سلطان شخصية غير أخلاقية تماماً، وطبعا واضح حتى نظرات عيونه فيها استغلال، ويعني بارع في اصطياد الفريسة وتطويع أي مشكلة إن هي تكون في مصلحته. حتى شوف إزاي هنا بيتكلم عن الانتخابات، مصاريف إدارية، على قفل البقاء المفتوحة، على تفريغ الساحة من المنافسين. بس بما إنه بالغ في طلباته شوية، القصر اللي هو على البحيرة سعره يوصل كام دلوقتي؟ 68 مليون قبل الدولار ما يوصل 18 يا دوبك. فزي ما قال له هاني برجاس، انت ليه حابب الموضوع يجيلك من فوق؟ وفعلا بيجيله من فوق. وليد سلطان بيتوقف عن الخدمة بعد ما تم اتهامه بطلب رشوة جنسية
من زوجة إحدى زملائه. ده العين السخنة ساعة من القاهرة يا إنجي. طب انتي تعرفي أنا بقالي قد إيه ما عملتش مساج؟ وفي مشهد رائع ببراعة جسد ماجد الكدواني انهيار هذه الشخصية من رعشة وشه بالكامل، وخاصة عينيه وغضبه اللي هو حبسه جواه. أي نعم، يعني هو غضبه ده هيطلعه على واحد غلبان ماشي في الشارع ملوش أي ذنب غير إن هو خبط فيه بس بالعربية في وقت مش مناسب. وفي مشهد خطير كده هو اترمى في النص من غير ما حد ياخد باله، وهو إننا بنشوف واحد متأجر من بره الحجز عشان يدخل يقتل واحد من المحجوزين جوه، وبيدخل يخلص الموضوع ويخرج تاني عادي جدا بمنتهى السلاسة والهدوء. المهم بنروح بعد كده لشريف مراد عشان حاسس إننا الراجل ده ما ادانهوش حقه كفاية. بنكتشف مع سارة إنه عامل أرشيف من السيديهات لسيدات مجلس الشعب، مش وهم بيدافعوا عن حقوق المواطنين، لأ وهم بيمارسوا علاقة محرمة، عشان نشوف مشهد غاية في العبث. ما كنتش عارف اعمل فواتير قديمه بسددها، وكان لازم احمي نفسي. انا بروح للدكتور عشان اتعالج. تتعالج وعامل ارشيف؟ ده مريض. صورت كام ست على السرير ده؟ سارة انا عيان، انا بتعالج. لا الف سلامه. وبعد كل ده يقوم يضربها ويحط الكاميرا ويعتدي عليها. صدقت الراجل المحترم البطل الثوري صاحب المبادئ بتاع الحريات بتاع حقوق الانسان. هفضحك يا شريف يا مراد، هفضحك. عشان يتخلع من عليه ثوب المناضل ونرى صورة أخرى من الفساد المتمثل في الإعلام، ومفروض إن ده قدام الناس رمز مرموق، بس محدش يعرف الوجه الحقيقي والآخر ليه. الأحداث اللي بعد كده إن هاني برجاز بيقدر يفوز فعلا بالانتخابات، والسيرفيس ظهرت عليه أعراض تراب الماس، ويعني بيروح لوليد سلطان يطلب منه المساعدة، وذات فجأة وهو بيحكي له عن أعراض المرض يكتشفوا إنها نفس الأعراض اللي جات لمحروس برجاس قبل ما يموت. فبكل تأكيد هياخده ويروح لطه عشان نستمتع بمشاهد حوارية من أجمل ما في الفيلم، ونجم الدقائق الجاية هو وليد سلطان واستعراضه البارع لفكره وتركيبته الفريدة. أنا أول مرة في حياتي أشوف بني آدم بياخد بطاره مقدما قبل ما يموت. الفضول شهوة، أوكي، بس لما يبقى النور مطفي. نورت النور. مش ذنبك يا طه، مش ذنبك إن بابا شاف حاجة ما كانش المفروض إنه يشوفها. الله يرحمه بابا، كان قاضي وجلاد من وهو عمره 12 سنة. أحيانا القتل بيبقى رحمة. وكلام زي اللي في مذكرات حسين الزهار بيفهمنا أكتر عن فلسفته. احنا فقدنا بطل، فالقتل قد يصبح عرضا جانبيا لدواء يشفي بلد يحتضر. سأطرق أبواب الجحيم بيدي. تعرف إن أبوك ده خدم البلد أكتر مني. والأروع كلام وليد سلطان عن السيرفيس. حد كده يسلك لك البلعات اللي انت مش عايز تمد ايدك فيها، بس لازم انت بقى تفضل مستحمل ريحته طول ما انت عايز منه حاجة. وليد سلطان بيفهم طه إن اللي قتل أبوه هو هاني برجاز، وبيشجعه على قتله عشان ياخد حق أبوه. بابا الله يرحمه شاف هاني برجاز في الشباك اللي هناك ده، كان معاه واحد صاحبه كانوا بيلعبوا عريس وعروسة. وفي مشهد هنا من المشاهد اللي بتعجبني، واللي بيطلع فيه وليد سلطان حقنة ويملاها هوا ويقتل بيها السيرفيس بكل سلاسة وببساطة وهدوء. وعلى الجانب الآخر بنشوف دهشة ونظرات طه اللي مليها الذهول، وهنا حرفيا التباين في النظرات ولغة العيون كفيل لوحده يعرفك ما تحمله كل شخصية من الداخل. شوف تبلد وليد سلطان واعتياده على القتل بكل بساطة وسلاسة، وعلى الجانب الآخر صدمة طه وحالة الذهول المرعبة اللي دخل فيها. المهم بعدها طه بيروح يجيب العدة اللي هتساعده يخلص من جثة السيرفيس، وفعلا بيقدر يعمل ده، وبياخد البواقي ويطلع بيها على مقابر والده عشان يدفنها هناك، وبالمرة يقابل وليد سلطان. يعني انت عارف اللي انت بتعمله ده قبل ما يكون طارق ده طرد الغلابة. تنظيف المجتمع من زبالته محتاج تضحية كبيرة. اهو ربنا اختارك انت وابوك من بين مليون بني ادم بيدبوا على الارض علشان تنفذوا رسالة، عشان تبقوا قانون لحد ما يبقى في قانون بقى. واللي بيطلب منه انه يقتل هاني برجاز. انت عايز نعمل ايه؟ انا مش قاتل. وهنا انا عايز اتوقف لحظة واتكلم شوية على كادرات التصوير اللي كان فيه منهم كام كادر جميل ومعبر زي المشهد ده مثلا، واللي بنشوف فيه وليد سلطان بزاوية لو انجل توحي ليك بمدى علو مكانته وسيطرته وتحكمه في الوضع.
بينما طه الكاميرا بتجيبه هاي أنجل عشان تظهر ليك مدى ضعفه وقلة حيلته. وزرافات. وفي مشهد تاني قبليه السيرفيس بيخرج من الكادر هنا، والكاميرا بتعمل فوكس على وليد سلطان عشان يظهر ليك قد ايه هو البص والمتحكم هنا. وفي اغلب مشاهده في الفيلم هتلاقي الكادرات بتظهر ليك انه اعلى من كل الناس اللي حواليه عشان توحيلك بده. وفي مشهد كمان يعني شايف الكادر ده اتكرر 3 مرات يعتبر ب3 شخصيات مختلفة. اللي قدامنا ده طه، وقبله كان حسين الزهار، وقبله كان جد طه، وكلهم الكادر كان طاغي عليه الظلام. وده بيرمز للحظة اللي أدرك كل واحد منهم بالفساد اللي بيحصل في الأمة. وليد سلطان بيقدر يضغط على بشرى وياخد ميعاد مع هاني برجاس. عايز اوضح لك شويه نقط يمكن تكون غايبه عنك. برضه انت يعني معرفتك تهدد. وعاوز ايه مني؟ ميعاد مع هاني برجاس. وبيروح يبلغه لطه في مشهد بيظهر فيه الضمير الميت لوليد سلطان وفلسفته حوالين استحقاقيته في قبض الأرواح. انت بتتكلم كأني بقتل 2 على الريق كل يوم. احنا مش مجرمين يا طه، احنا العدالة المفتحة. بس للأسف وفي المشهد اللي بعديه بالظبط التغير ظهر على شخصية طه. طب ولو في حد طلع ورا هاني برجاس؟ زي ما التراب يجيب بقى. أصبح واحد تاني استسلم للمسار اللي بيقوده ليه وليد سلطان. تحس كده إن الفكر بقت عليه وغريزة الانتقام لوالده بقت هي اللي بتسوقه. المهم إن طه بيروح لهاني برجاس، وفي اللحظة اللي بيدخل فيها هاني برجاس ياخد شاور بيستغل طه الفرصة عشان يحط له تراب الماس. ولكن بيحصل حاجة عكس سير الأحداث. طه بيلاقي جنب الكوباية بالظبط صورة بتثبت إن هاني برجاس في ليلة رأس السنة ما كانش موجود في مصر من الأساس. وبكده طه فهم إن في حاجة غلط، فقرر إنه يرجع تاني البيت ويعيد تذكير نفسه باللي حصل يومها على أمل إن الخيوط تربط معاه ويقدر يكتشف حاجة جديدة. وفعلا قام بتمثيل آخر سطر في المذكرات بالنص وقدر يوصل للمذكرة التانية اللي سابها ليه والده. لتحفظ عيني قبل أن أنام. لتحفظ عيني قبل أن أنام. عشان نعرف معاه من هو الثعبان الأكثر قذارة. حميها حرميها، فهناك ثعبان آخر سمه أسرع قتلا، وليد بيه سلطان. اللي جاي كلام مؤثر لأن أحيانا قد تأتي النهاية على يد أحب الناس. شردت للحظات كانت كافية ألا أشعر بطه الذي أضاء النور. النهاية تأتي أحيانا على يد أحب الناس، طه. واللي بسبب إضاءته للنور في الوقت الغلط حصل بعدها اللي حسين الزهار كان متوقعه، أن يرسل وليد سلطان من يقتلني، من يحررني من جسدي. وليد سلطان بعت له السيرفيس عشان يقتله، فصدري لم يعد يحتمل ذلك العالم. أهلا بالموت على إيد واحد حقير زيك. سامحني يا طه. آخر كلمات حسين الزهار لابنه الوحيد اللي تركه في الحياة يتصدى لأبواب جحيمية لم تغلق بعد. طه بدأ يخطط ازاي هينتقم من وليد سلطان، وفعلا بيوصل للطريقة الأمثل وبيستعد لها. طه بيحدد ميعاد مع وليد سلطان في كافيه وبيروح هناك قبل ما يجي ويبدل أكياس السكر بتراب الماس. سلطان هو من يبيع السموم. الله يرحمه الوالد، كان قليل الأدب على فكرة. وليد سلطان طبعا بيقعد ينكر كل الكلام اللي مكتوب عنه. يتعدم وهو في السن ده؟ وعلى حق، أنا وفرت على أبوك بهدلة كتير قوي، كنت هتعيش ابن سفاح. انت قتلت أبويا عشان شافك. وبنعرف إنه من نفس مدرسة حسين الزهار الفكرية، والاتنين يملكون نفس الفلسفة. أحيانا ممكن نغلط غلطات صغيرة علشان نصلح غلطة كبيرة. وبنتأكد إن لوحة الأسد اللي موجودة في غرفته ما كانتش صدفة. في الغابة وعادة بيطلع شبل عاوز ينتقم من الأسد الأب، وإنه متبني قانون الغابة واللي فيه الأسود ما بتموتش بس بتقتل بعضها. الأسد الأقوى يقتل الشبل ابن الأسد الميت، هو وكل قرايبه قبل ما. وهنا لازم نتأمل نظرات كل شخصية ونشيد ببراعة التعبير بلغة العيون. طه من بعد اللقاء ده بيختفي لمدة شهر مع محاولات عديدة من وليد سلطان إنه يلاقيه، خاصة بعد ظهور عليه أعراض تراب الماس.
وبيموت وليد سلطان وسط عزاء وتكريم كبير ليه، وطه حرفيا قتل القتيل ومشي في جنازته. حكايتنا عشان تخلص لازم تكمل، واللي الدور عليه هو شريف مراد اللي أخد السم من إحدى ضحاياه سارة مع أجمل ابتسامة على وشها، عشان يتذوق هو الآخر تراب الماس مع أجمل مشهد حواري ليه واللي كان مناسب جدا في اللحظة دي. الشعب ده أثبت إنه بيملك الإرادة، قادر على فرز الخونة، قادر يطهر نفسه. زيه زي وليد سلطان، الاتنين وهم بيموتوا غرورهم وذكائهم هيألهم بإنهم طغاة وامتلكوا كل شيء، وفي كل مشهد موت شخصية منهم ما كانش فيه تراجع أو ندم عن اللي قاموا بيه، بل بالعكس تماما، وده دليل إن الضمير مات خلاص وما بقاش موجود. طيارة الوطن هتمشي أسرع لما نرمي المنافقين ومصدرين إشاعات بالشبك. تلقت سارة خبر موت شريف مراد ومعاه نزلت تويتة مهمة: السكوت جريمة، لازم الناس اللي تحت تراقب الناس اللي فوق. وهنا أنا عايز أوقف لحظة وأخدكم معايا لنقطة مهمة أنا كنت مأجلها للآخر، وهي أسماء الشخصيات، واللي كان اختيارها دقيق جدا ومجاش بالصدفة. يعني مثلا خلونا نبدأ بالشخصية اللي ختمنا بيها، وهي شريف مراد. وشريف معناها شخص فاضل، ومراد هو الشيء اللي بترغب فيه، وفعلا بنلاقي إن الشخصية دي طول الفيلم مرغوب فيها وبتسعى إنها تبان بشكل شريف عكس الحقيقة بتاعتها تماما. وقبليه مثلا وليد سلطان. وليد اسم مأخوذ من كلمة مولود، إنما سلطان هو اسم بيوحي بالقدرة والتسلط والملك وكمان النفوذ والسيادة، ودي أكتر صفات مناسبة لشخصيته. وكمان السيرفيس مثلا، الشخصية اللي اتقال عنها في الفيلم إنها واصلة بين الناس اللي فوق والناس اللي تحت. السيرفيس ده فصيلة مهمة جدا، عامل زي وصلة كده ما بين عالم فوق وعالم تحت، حلقة ربط كده يعتبر، وده اللي فعلا بيعمله السيرفيس أو الميكروباص، واللي هو عبارة عن وسيلة مواصلات وحلقة ربط بين المدن. ده حتى اسم عم ليتو ما اعتقدش انه جه بالصدفة، لأن أشهر حاجة اسمها ليتو هي أم في الأسطورة الإغريقية، واللي قصتها مشابهة لعم ليتو عشان هي عملت غلطة فتعاقبت عليها. نيجي للأخوين هاني ومحروس برجاس مع بعض، واللي لو جينا نبحث كده بشكل نصي معنى كلمة برجاس هتلاقي هو الهدف اللي بيتم وضعه على شيء مرتفع للتصويب عليه، وده حرفيا اللي هما بيعملوه طول الفيلم، استهدافهم للمناصب اللي بتديهم مكانة عالية في المجتمع. ده غير ان اختيار اسم الأول لكل شخصية منهم كان مناسب لصفاتها. معنى هاني مثلا هو الشخص اللي بيعيش في فرح وسعادة، إنما محروس هو الشخص اللي بيكون محمي أو محفوظ، وده طبعا أكيد بالسلطة بتاعته. وأخيرا اسم البطل الرئيسي لقصتنا طه حسين الزهار. أنا بشوف إن اختيار اسم طه حسين نسبة إلى عميد الأدب طه حسين واللي ما كانش بصير، والربط هنا مرمي على جزء إن طه في قصتنا كان معمي عن الحقيقة بتاعت والده حسين الزهار. وبس كده أسماء الشخصيات شفت إنها نقطة مهمة ما ينفعش أعديها للأسف من غير ما أتكلم عليها. ودلوقتي خلونا نرجع تاني لاستكمال الأحداث والحتة اللي كنا واقفين عندها. سارة وطه ما بقوش زي ما كانوا، وكل واحد منهم أصبح شخص آخر. أصبحت العلاقة بينهم قوية، ولكن لا يدرون هل المأساة السبب أم هو الحب. وعدتها ألا أكون مثل أبي، لكنني لم أعطها الذي أعرفه. فللقتل آثار جانبية قسوة لابد منها، حتى لا ينسى التاريخ كل فاسد استحق تراب الماس. اتكلمنا في الفصل اللي فات على موهبة مروان حامد في الإخراج وبراعته في التنفيذ وإتقانه في التقديم على الناحية الفنية والفكرية، وأيضا اجتهاد المؤلف أحمد مراد في تحويل هذا العمل الأدبي لسيناريو وحوار يتماشى مع عمل سينمائي، وده بالرغم من ركاكة الحبكة في بعض الأحيان والاعتماد على الصدف في سير الأحداث. بس خليني أقول لكم إن حاجة زي كده خلت فيه تساؤلات سلبية كتير حوالين القصة، اللي هو يعني كان فيه حاجات كتير عادي جدا ما تحصلش، أو تقدر تقول إنه ما اتخدمش عليها بمبررات قوية، زي إن طه مثلا لما اتخبط على دماغه لحق يخرج قدام الباب، وده طبعا عشان سارة تشوفه وتبدأ العلاقة بينهم، مع إنه كان عادي جدا يرقد في مكانه من قوة الضربة، أو إن حد تاني غير سارة يشوفه. كمان من الحاجات الغريبة إن في لحظة ما كان بيخلص من جثة السيرفيس تحس إنها حبكت في اللحظة دي إن سارة تنزل تفضفض معاه، واللي هو من غير سبب كده قعدت تلف في الشقة، وده طبعا عشان تشوف جثة السيرفيس وتعرف سر تراب الماس، ويتفتح من هنا مجال إنها تنتقم من شريف مراد.
وغيره بقى من الحاجات اللي عليها علامات استفهام، زي ان طه وهو بيحط السم الهاني برجاس لقى الصورة جنب الكوباية بالظبط، اللي هو يعني سبحان الله بجد. وكمان لحسن الحظ مكتوب التاريخ اللي اتاخدت فيه الصورة دي، اللي هو يا جدعان بجد يعني بجد هل كم الصدف ده طبيعي؟ ده غير ان في حاجة غريبة جدا ومش مفهومة، وهي فكرة ان حسين الزهار مرضاش يكمل حكي عن وليد سلطان في المذكرة الأولى، مع ان عادي جدا كان في ورق تاني يقدر يكمل كتابة فيه، بس اللي هو لأ راح جاب واحدة تانية مخصوص عشانه. يعني هو الراجل قبل ما يموت يعني كان عارف ان المذكرة الأولى دي هتقع في ايد وليد سلطان، فقال لأ أنا هروح أكمل في واحدة تانية لأن التانية دي طه يكتشفها في آخر الفيلم. وبعدين برضه من الحاجات الغريبة يعني هو ذكاء طه ده ما اشتغلش غير في آخر الفيلم. يعني هو لو كان عنده القدرة على إنه يفكر بنفس الشكل اللي فكر بيه عشان يلاقي المذكرة التانية في آخر الفيلم، فذكائه ده هيفضل موجود من أول الفيلم عادي. بس إزاي طبعا إنه يكتشف كل حاجة في الأول؟ يعني الفيلم كان هيخلص في ساعة، فطبعا ما ينفعش. هو بصراحة كان في كام حاجة كده مش منطقية، ولكن هل ده يخلينا نقصه على أحمد مراد؟ بصراحة لأ. الراجل يشكر لأنه في الأول وفي الآخر كاتب روائي مش مؤلف أو سيناريست، وفكرة إنه بذل مجهود يحترم في خلق مشاهد حوارية قوية ومباشرة من غير كسوف، وكمان خلق دوافع قوية لكل شخصية منهم، وتسيير الأحداث بشكل مختلف، وإنه ما كانش ملتزم حتى بالحركة الزمنية، وده لأجل إن هو ما يكشفش الأسرار من الأول ويضيف لك عنصر إثارة وتشويق. فكل الحاجات دي تحسب له. بس أنا ليه ذكرت الحاجات دي؟ عشان أوريك إن مفيش عمل كامل، وإن في نواقص أكيد في كل حاجة. ويعني زي ما اتكلمنا على الإيجابيات نذكر السلبيات برضو، مفيش مشكلة، ودي حاجة أكيد ما تقللش من قيمة العمل ككل. وبالرغم من إني حاسس إني اتكلمت على كل حاجة في الفصل التاني، ولكن لازم برضو ندي التقدير الكافي لباقي العناصر اللي ساهمت في نجاح الفيلم ده، وعلى رأسهم طبعا طاقم التمثيل الرائع من أول آسر ياسين وماجد الكدواني وأحمد كمال ومحمد ممدوح ومنة شلبي وغيرهم. كلهم فعلا بذلوا مجهود عظيم وتقمصوا الشخصية بشكل مرعب يخليك حتى ما تتخيلش حد غيرهم في المكان ده، وتحس كده إن كل واحد فعلا في مكانه، وإن اختيار الكاست كان موفق جدا. وبجد شايف إن كل ممثل منهم استغل فرصة إنه بيقدم شخصية مركبة وفريدة، وأبدع في إظهار كل الإمكانيات اللي عنده. نروح لعنصر بيكون أساسي في نجاح أي فيلم، وهو الموسيقى التصويرية. وبما إن الموسيقى التصويرية بتاعت فيلمنا النهاردة كانت عظيمة جدا، يبقى وراها المبدع هشام نزيه، اللي قدم لينا موسيقى معبرة جدا عن أجواء الفيلم، ولو سمعتها لوحدها هتدخلك في الحالة اللي الفيلم عايز يعيشها لك. فيعني نجح وببراعة هشام نزيه في خلق هذه الموسيقى بحرفنة شديدة، والراجل ده بصراحة مش عارف أقول عليه إيه تاني. في كل عمل ليه بكون بنفس حالة الإعجاب دي اتجاه شغله. آخر حاجة لازم أتكلم عليها وهي المستوى البصري الجميل جدا اللي كان عليه الفيلم ده، من كادرات وحركة كاميرا وألوان، كل حاجة فعلا كانت بتخدم على جو الفيلم، وخليته ياخد شكل مختلف يميزه عن أي عمل تاني، وخلت التجربة بتاعته هي فعلا ممتعة على المستوى البصري. ففي الآخر وجب ذكر مدير التصوير أحمد المرسي والمونتير أحمد حافظ، ويكاد يكون التأجيل كان في مصلحة الفيلم لأنه ساعد في تنفيذه بكواليتي رهيبة. هل كل فاسد يستحق تراب الماس؟ في الحقيقة خطورة الفيلم ده تكمن في الأفكار اللي تم طرحها بدون التحيز لأي منها. تم خلط معايير كتير زي السياسة والفلسفة والتاريخ وغيرهم، وطرح العديد من المفاهيم زي العدالة والفساد وكمان القصاص وأيضا القانون وغيرهم، وتقدم لك ده في عدة عناصر ومجالات مختلفة. بس الأهم إن ما كانش فيه سلطة من صناع العمل في فرض وجهة نظر معينة، وسابولك انت حرية الاختيار والفرصة في تكوين رأيك وانطباعك الخاص. ويبقى السؤال: هل سننسى يوما ما حدث أم يؤلمنا الذنب إلى الأبد؟ وبس كده خلصت رحلتنا الطويلة المرة دي، ومعاها بينتهي الفيديو بتاعنا. وفي الآخر الأهم فعلا هو رأيكم انتم، واللي هستنى تشاركوني بيه تحت في الكومنتات. وما تنساش لو عجبك الفيديو تشاركه مع صحابك، وتعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل زر التنبيهات عشان يوصلك إشعار كل لما انزل فيديو جديد.
وعشان تعرف انا ببقى فين او بحضر لايه، روح اعمل لي فولو على انستجرام، واللي هتلاقيني هناك بنزل حاجات بشكل يومي، ومنها كواليس صناعة الفيديوهات، وايضا تويتر او اكس بمسماه الحالي، واللي وثقت هناك الرحلة الصعبة اللي خدها الفيديو ده في مرحلة انتاجه، وكمان تفاصيل اكتر عني وعن حياتي الشخصية، فهناك تقدر تعرف عني اكتر. وبس كده، كان معاكم محمد عماد، و سلام.